ازيكم يا حبايب قلبي، اهلا وسهلا بيكم في وصفه جديده من وصفاتي الجديده والجميله. النهارده عملت معاكم البطاطا اللي انتوا شايفينها دي في حله واحده على النار. في اقل من 5 دقايق هتكون اتعملت وهتخلصوها وتعملوها تاني. يلا بينا اقولكم الطريقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناه فكرتنا في مطبخنا. النهارده اعمل معاكم البطاطا بطريقه جديده ومختلفه. ايوه بقى، كل شويه بطاطا لانه موسم البطاطا وانا من عشاق البطاطا وطرق البطاطا الجديده. معايا كده مقدار من البطاطا متقطع دواير زي ما انتوا شايفين كده، وكوباية سكر ونص كوباية مية. مقاديرنا سهلة وبسيطة. في حلة كده زي ما انتوا شايفين هدهن الحلة بمعلقة زيت. الخطوة دي عشان البطاطا متلزقش في الحلة. زي ما انتوا شايفين كده دهنت الحلة. ورق بقى كراسة ابيض عادي بس ما يكونش مسطر، لان التسطيرة بتاعت الورقة هتطلع في البطاطا. حاولوا تستخدموا ورق كراسة ابيض زي ما انتوا شايفين كده او ورق زبدة. حطيت الورقة في الحلة زي ما انتوا شايفين كده، وهدهن برضو الورقة تاني. الخطوة دي اساسية عشان الورقة ما تلزقش في البطاطا ولا تلزق في الحلة. انزل بقى بالمقدار بتاع البطاطا. شايفين اصلا تقطيعة البطاطا زي ما انتوا شايفينها دواير ازاي. اساوي البطاطا كده في الحلة، وهنزل بالسكر. طبعا السكر يا حبايبي حسب الرغبة، بتحبوها محلية قوي زودوا سكر، بتحبوها السكر بتاعها قليل حطوا سكر قليل على حسب رغبتكم انتوا. وحطيت نص كوباية المية، وهغطي بورقة برضو تاني على الوش بتاع البطاطا زي ما انتوا شايفين كده. هحط ورقة تاني على وش البطاطا. هدهن بقى الورقة دي بمية، يعني بالفرشة كده زي ما انتوا شايفين كده، ابدأ انمش الورقة بشوية مية. بجد هتجربوها وهتعجبكم جدا وهتعملوها على طول بالطريقة دي. بس كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين نمشت الورقة. هحطها بقى على النار تستوي وارجع لكم تاني. كده البطاطا بعد ما استويت يا حبايبي، انا طبعا البطاطا بتستوي على نار هادية وبتاخد ربع ساعة بس. اول ما تلاقوها تحطوا الشوكة فيها تلاقوا البطاطا استوت خلاص كده اطفوا عليها. زي ما انتم شايفين طبعا شكلها ولونها الجميل ده، بجد طعمها تحفة جدا. شايفين مستوية ازاي؟ بجد تحفة جدا، جربوها بنفسكم مش هتندموا. هفضيها واقدمها معاكم وارجع لكم تاني. وكده يا حبايبي كان شكلها النهائي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة، ومع السلامة.